أهلين، كيف حالكم؟ معكم حال العالم. جبت لكم خبزة حلوة وسمحة، خبزة رمضان، خبزة الحوش بالزهر. ذكرني بحوش هذه أيام رمضان، ديما حاضرة. طبعا الخبزة سهلة بكل، عبارة عن كوبين دقيق، حط لهن خميرة وملح، وحنكتب لكم كل المقادير. طبعا حاطين هنا الكموت متاع الكعك، يستخدموا فيه في الكعك. وبعدين حط لها كوبين مية. هي العجينة ما تكونش يابسة واجد وتكون ميلة انها رطبة شوية يعني. باهي. كوبين دقيق عليه كوب مية تقريبا، ممكن تزيدوا طبعا. نعجنها عجنة بسيطة زي هيك، ونخليها ترتاح لمدة ربع ساعة. طبعا متنسوش الزهر، الزهر أنا قريب نسيته، ونخلوها ترتاح. بعدها ندلكها دلكة كويسة بكل، حطيت لها شوية زيت، مش لازم، بس الزيت يخليها ليش ما تنشفش بسرعة الخبزة. ونعجنها كويس كويس. في المرحلة هذه ننتقد عجينة ملسة، ونخلوها تخمر يعني نص ساعة ساعة حسب درجة الحرارة عندكم أو الجو، صيف أو شتاء. بعدين أنا فردتها على ورق زبدة نحس فيه أسهل كي، وحطيتها أنا في الخبازة. طبعا تقدروا ديروا جلجلان، حبة البركة. أنا طيبتها في الخبازة، بس انتوا طيبوها في الكوشة عادي جدا، تطلع حلوة وتهبل. ننصحكم تجربوها.